مناسبة لمواجهة المول. هنا بسم الله يبدأ هذا اللقاء، والكرة منتخب التركمانستاني، ملعوب الكرة عرضية كما يبدو هنا أحمد جعيدي الحضري منتخب التركمانستاني. دانييف شاهد الإعادة، هنا أحمد جعيدي في الأمام تصل عند علوان في فورمة عالية هنا بعد الأداء المبهر مع منتخبنا. ملعوبة عرضية من علوان تصل عند يوسف أبو الجزر في الجهة اليمنى، ولكن عرضية في الأمام خطيرة الكرة. أحمد جعيدي لم يخرج من مرمى وخطيرة كانت أو ميراتوف شاهد الإعادة هنا. ميراتوف والسرعة التي يمتلكها، يلا يا بوجبا. علوان أمام 3 لاعبين، يعود للخلف علوان وتسديدة أولى قوية. وهنا ماذا يحصل عند خالد السياحين؟ يعود للخلف مهند في السام يلعب الكرة عرضية وسلام يا منتخبنا الآسيوي. بوجبا يلعب الكرة عرضية كتسديد الدفاعي لهذا المنتخب الخطير. بوجبا في الجهة اليمنى، بوجبا يلعب الكرة عرضية. مهند يعود إلى نزار الرشدان، نزار يلعب الكرة طويلة في الأمام ولكن مقطوعة. ما زال ملعوب الكرة قصيرة من إبراهيم في الجهة اليمنى عند يوسف، تعود إلى إبراهيم مجددا، يلعب الكرة عرضية في الأمام ورأسية الأمانة يسرى. مهند يلعب الكرة عرضية ولكن طه شاهد الإعادة. هنا مهند لم نشاهد الكثير ولكن شاهد هنا المنتخب من أنصاف الفرص ميلا في الجهة اليمنى. يوسف أبو الجزر يراوغ يوسف، يتقدم يوسف ولكن عودة الآن. شاهد اللاعب الذي يطلب الكرة ميراتوف كابتن الفريق، طويلة في الأمام خطيرة عند لمصلحة منتخبنا. شاهد الإعادة تصل عند علوان في الجهة اليسرى، علوان يراوغ علوان، يا سلام. شاهد الإعادة وهنا علي ركنية لمصلحة منتخبنا. نزار الرشدان يعود للخلف إلى مهند إلى نزار، يلا يا نزار. ملعوب الكرة عرض، نريد أن نتأهل. تصل هنا عند اللاعب هايدروف، إعادة وهنا فرصة خطيرة في الجهة اليمنى منقولة ولكن راية مرفوعة أوف سايد. نحمد الله بشكل سريع. ملعوب الكرة طويلة في الأمام باتجاه خالد السياحين ولكن مقطوعة. انطلاقة هنا من يوسف تصل إلى علوان وخالد. نشاهد التحضير من شاهد الإعادة هنا. هادي رمية تماس مقطوعة. شاهد الإعادة في اختراق هذه الدفاعات ولكن هنا أحد الكرات تصل من اللاعب يوسف أبو الجزر إلى خوف، يعود للخلف. ميرزا يلعبها في الأمام وخاطمنا. شاهد الإعادة والله كان موجود في موقف في الجهة اليمنى، يتقدم بوجبا يلعب الكرة عرضية ولكن شاهد بوجبا عرضية. إبراهيم يلعب الكرة، إبراهيم وتبحث عن رأسية ولكن بوجبا الخطير وتسديدة من بوجبا ولكن جاهزية موجودة عند اللاعبين. جاه يوسف أبو الجزر يلعب الكرة عرضية ولكن أبو الجزر، يلا يا يوسف. ملعوبة العرضية من يوسف ولكن مقطوعة إلى نزار وتسديدة قوية كانت ولكن تصطدم في الحائط الدفاعي. وهنا محاولة البحث عن ثغرة للتسديدة كانت من التماس لمصلحة ملايين نسمة عدد سكان هذا البلد. تعود الكرة مجددا. هذه شاهد طريقة اللعب لهذا المنتخب حتى في حالة التأخر في النتيجة. شاهد الإعادة تدخل كافرستاني ولكن أريد أن نشاهد من الذي قطع الكرة. هنا الإعادة صغيرة، هنا نشاهد الركنية ملعوبة التركمانستاني في 3 دقائق الأخيرة وهنا تأتي صافرة الحكم به. في الوسط يلعب الآن عبد الرحمن أبو الكاس، سعادي وخالد السياحين الجهة اليمنى عند الخالد ولا تركماني. ما هي الحلول هجومية؟ نتمنى أن تترجم هذه الأمور داخل أرضية الميدان. الكرة يلعب الكرة عرضية ولكن هنا الكرة تعود عند بوجبا في الجهة اليمنى، ملعوبة جميلة 3-5-2. هنا بوجبا يلعبها جميلة باتجاه يوسف ولكن باتجاه يوسف أبو يوسف يراوغ، خطيرة عند المنتخب التركماني على التنفيذ اللاعب دوفران ملعوبة في الأمام من دوفران للخلف. هنا إبراهيم سعادة ند إلى الشنايني، أمين الشنايني، سعادة طويلة في الأمام باتجاه يوسف مجددا عند الخطير. هاريموف في الجهة اليمنى، خطير عند المنتخب التركماني. هذا الإعادة هنا اللاعب الخطير حايدر إضافة قطر وهنا الركنية ملعوبة عند المنتخب التركماني ولكن هادي الحوراني سلب لنا
اللقطة الأهم هنا تمريرة خالد باتجاه بوجبا شاهد هنا الكرة تعود مجددا. أبو الكاس الشنايني يلعب الكرة طويلة باتجاه بوجبا تصل عند هنا العرضية وبوجبا حاول في اتجاه أبو الكاس الاختراق الجميل يمر مهند إلى خالد ولكن تمريرة يا سلام يا خالد يدخل داخلتها مجددا. هذه الروح التي نتمنى أن تكون موجودة وإدخال أمين الشنايني. بوجبا ينتظر إلى يوسف. رايا كانت هادي يترك الكرة يعود الخلف إلى يوسف. ملعوب الكرة عرضية ذاهبة باتجاه كيفما جاء الهدف. هنا ملعوب الكرة عرضية وهنا خطيرة ملعوب الكرة عرضية وهنا يوسف وهنا علوون. يا سلام هنا ينجح ويحرز أول الأهداف النشاب.